اول حاجه بفكر اعملها على الغدا لما بكون مستعجله وعندي مشوار وما عنديش وقت طول اليوم هي صينيه الفراخ بالبطاطس. عمري ما بغير الطريقه دي، مهما اعمل في تتبيلات لازم ارجع لها، والاحلى كمان بدون فرن. والله وهتطلع التسويه مظبوطه وجوسي وطعم الخضار كده دايب والفراخ خطيره. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمل الجمال ده زي ما بعض. اول حاجه تعالى اقول لك ازاي تغسلي الفراخ بطريقه حلوه قوي تتخلصي من الزفار. هكلمك على مقدار فرخه بقطعها 4/4، حابه تسيبي الجلد او تتخلصي منه زي ما انت عاوزه. انا بشيله الحقيقه واجيب بوله اضيف فيها لتر ميه على الفرخه، واضيف معلقه دقيق مليانه ومعلقه ملح صغيره مليانه، واعصر ليمونه حلوه كده، واضيف القشر واقلب كل ده بايدي وادوب الملح مع الدقيق، وانقع الفراخ في المحلول ده 10 دقايق. وبعد كده اغسلها واصفيها تكون زي الفل. عشان احنا هنا مش هنسيبها في تتبيله، فجبت السكينه بعمل فتحات كده بسيطه في الفخذ والدبوس في الورك يعني والصدر، بس مش للنهايه، بعمل فتحتين عشان اضمن ان اللحم يشرب منه كويس ويستوي معايا اسرع. برضو مقادير التتبيله هنا بسيطه جدا. في الكبه هتضيفي بصلتين كبار، وعندي كمان قرنين من الفلفل الحار والبارد، نقطع كل ده صغير عشان يتفرم ناعم، وحبتين كبار من الطماطم كانت صغيره فضفت 4 صغيرين، وعصير ليمونه كده حلوه كبيره او 2 صغيرين. طب انا استخدمت قد ايه من الفراخ؟ فرخه ونص، وما شاء الله كانت الفرخه كبيره معديه ل 2 كيلو 350 جرام، فكميه التتبيله دي غطت معايا. نص كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من الخل، فصين كبار من الثوم، ولو مفرزه معلقه صغيره من الثوم المفروم. البهارات شويه من الملح، بابريكا عاديه ومدخنه، بهارات فراخ، شويه من الجنزبيل والفلفل الاسود طبعا نظبط ملحنا، وكمان عندي رشه بسيطه من الحبهان ورق لورا مطحونين بودر على بعض، ورشه سكر تسرع في الصوت تظبط الطعم على ربع كده، على يعني على المعلقه الصغيره، ربع معلقه صغيره بتفرق جدا على فكره. نعصر الليمونه اخر حاجه وننعم التتبيله قوي. حسيت ان هي فاتحه وكانت الطماطم الحقيقه مش حمرا كفايه، فنزلت بمعلقه كبيره من الصلصه ومعلقتين كبار من الصويا صوص، وكده جهزنا احلى تتبيله في الدنيا ممكن تجربيها، سهله وسريعه وفعلا طعمها جميل. وعلى فكره لو مش عندك صويا صوص براحتك خالص استغني عنه. اظبطي بقى ملحك كده ودوقي عشان تكون معاكي الصينيه 10/10. كنت مقطعه بقى شويه خضار، الخضار بقى بالكميه اللي تحبيها، واي نوع حابه تضيفيه فيه. انا ضفت بطاطس على جزر على فلفل، حابه تزودي كوسه، بس اهم حاجه قطعي الخضار محمل شويه، حلقات البطاطس يعني تكون سميكه. جبت باقي الصينيه وصفيت الخضار من الميه وهنزل بالكميه كلها. بعد بقى ما ظبطت ملح التتبيله هنزل على طول بمعلقتين 3 منها وادي تقليبه حلوه. عارفين احلى حاجه في صينيه الفراخ دي ان هي ني في ني سريعه كده، يعني مش هتاخد وقت معاكي وفعلا طعمها خطير. الطريقه السيمبل الكلاسيك بتاعتنا بدون بقى افتكاسات ولا بهارات كتير تغطي على طعم الاكل. عاوزه اقول لك الاكل اللي بيكون فيه بهارات كتير فعلا بيكون طعمه مش حلو. هننزل بقى بالفراخ. الفراخ اوعي تنسي تعملي الفتحات، حتى لو فراخك كانت صغيره برضو اعملي فتحات كده ونغزيها بالسكينه عشان تكون متبهره وتستوي معاكي حلو. وابدا كده امسك كل جزء منها وادخل التتبيله جوه الفتحات اللي انا عاملاها بالسكينه في كل جزء من الفراخ، ووزعها كده على وجه الخضار بالشكل الجميل ده. شايفين؟ مش هتاخد وقت معاكي. في اليوم ده الحقيقه انا كنت مستعجله وجايه من بره، ودي اسرع حاجه واسهل حاجه انا بعملها، صينيه الفراخ بالبطاطس بتاخدش معايا وقت. اللي باقي بقى منها وزعها كده على الوجه ونعمل تكه اخيره، والتكه دي اختياريه. لو عندك مكعبين زبده او معلقه سمنه بلدي حلوه كده، انا بفضل الزبده اكتر، وطبعا دي حاجه برضو زي ما قلت لك على حسب راحتك. هوزع كده الزبده بعد ما قطعتها قطع صغيره خالص، هتديكي طراوه وتست جميل بجانب الزيت. وممكن على فكره يعني تكتفي بالزيت لو مش حابه نسبه دهون كبيره، بس عاوزه اقول لكم والله الزبده بتدي طراوه وتست حلو قوي. واخيرا بقى رشه الزعتر كده الفريش على الوجه او المجفف، وتدعي لي ما بضيفش زعتر في التتبيله، لا بضيفه على الوجه، وشوفي بقى ريحتها اثناء التسويه بتجيب اخر الدنيا. المفاجاه كمان مش هخليكي تسويها في فرن ولا غلبه، زي ما قلت لك انا كنت مستعجله، بسويها على البوتاجاز من فوق وبكمر عليها كده بقطعه فويل. لازم يعني اخلي الفويل كده متماسك على جوانب الصينيه عشان البخار يتوزع حلو وكمان تستوي معايا مظبوط. حابه تسويها في الفرن مفيش مشكله، هتولعي الفرن من قبلها بشويه كده ربع ساعه درجه حراره عاليه وتسيبيها تستوي، وممكن تفتحي الشوايه عليها مفيش مشاكل. لكن انا هخليكي تسويها عادي زي ما انا بعمل، دي طريقتي اللي انا عمري ما بغيرها. اول لما تبقبق معاكي هدي النار وسيبيها بقى تستوي، وهوريكي بعد شويه. كده عدى حوالي ساعة إلا ربع أو إلا 10 دقايق على حسب بقى كمية الفراخ والوزن اللي انت جايباه مدة التسوية. انت لو أقل من كده
في الوزن وفي الكميه بعد اول نص ساعه. اكشفي الفويل واعملي الاختبار كده بالمعلقه او سكينه، لقيتي الفخده كده دايبه او من عند الصدر، خلاص اقفلي عليها. حتى لو في الفرن هتعملي الاختبار ده. انا عملته بالمعلقه لقيت اللحم دايب ما شاء الله. جبت بقى الصوص الحلو ده وزعته بالمعلقه والخلاصه اللي نازله ودخلتها في شوايه الفرن حوالي كده 5 أو 7 دقايق لحد ما خدت اللون الجميل ده. كل شويه ادور الصينيه لحد لما كل الفراخ تاخد اللون الحلو من كل الاتجاهات. الخلاصه بقى الجميله اللي نازله، الزبده مع الزيت وخلاصه الفراخ والصوص، هنبدا ندي كده مسحه بالفرشه من على الوجه، وكده عملنا احلى واسرع صينيه فراخ في الدنيا. جهزي لي بقى جنبها رز بشعريه او ابيض. انا عملت رز حبه وحبه، اكيد في ناس كتير بتحبه وفي ناس كتير برده مش عارفاه. اللي مش عارفه وعاوز الطريقه يكتب لي في الكومنتات وانا اخصص له حلقه ليه. عاوز اقول لكم طعمه خطير، مختلف في الطعم تماما عن اللي بالشعريه والابيض. يلا بقى ندوق. ما كنتش قادره الحقيقه اصبر، زي ما قلت لكم كنت جايه من بره وكنت جعانه جدا. الفراخ قد ايه دايبه. دي بقى الطريقه بتاعتي اللي انا عمري ما بغيرها، كلاسيك جدا وبسيطه وبدون افتكاسات ولا بهارات كتير، طريقه زمان اللي لا يعلى عليها. شايفين بقى البساطه والحلاوه والسهوله، ولا فرن ولا غلبه. خدت اللون الجميل في الشوايه وما غابتش معايا. شويه سلطه او مخلل وتبقى وجبه جميله ومتكامله. جربوها ان شاء الله على طريقتي هتعجبكم. انتظروني في فيديو جديد ومستنيه رايكم فيها، وبالهنا.